تخيلوا معايا حارب السرطان لمدة سنة كاملة. شفتوا هذا الإنسان ترى قبل سنة ما كان عنده ولا شعر، وحارب السرطان لمدة سنة. أخوي أحمد الملقب بمحارب السرطان. عندي سؤال لأحمد ونبغى نفيدكم من خلال هذا السؤال. أحمد صراحة وهو يقول لي قصته قبل شوية قالوا له الدكاترة يا أحمد ما لك علاج، صحيح يا أحمد؟ صحيح نعم. أبغى أسألك سؤال يا أحمد، وأبغى الناس اللي يشاهدون الآن يسمعون هذا الجواب. أحمد قالوا لك الدكاترة ما لك علاج، إيش السر وإيش الشيء اللي سويته حتى أحمد الآن بفضل الله سبحانه وتعالى في صحة وعافية وشفاه الله من مرض السرطان؟ الحمد لله. السر يا شيخ عبد الرحمن بإذن الله إنه أنا سبحان الله شهرين كاملة ما رضي يعني يوقف النزيف، عشان كذا ما كانوا يقدروا يدوني العلاج بسبب الدم نازل عندي يعني جدا، والأورام كثيرة جدا يا سبحان الله ما تعد. فسبحان الله هي دعوة في جوف الليل في المستشفى. سبحان الله كنت أدعي بيقين تام إن الله عز وجل بيشفيني، ودعائي كان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله. وأدعيها بكل يقين وأحدث الله عز وجل بكل ما في قلبي، وأدعي في ليلة وضحاها شهرين ما يوقف النزيف وما أقدر أبدأ علاج. والله في ليلة وضحاها صحيت اليوم الثاني سبحان الله النزيف وقف، وأروح أبشر